وبما إني باحب الأماكن التراثية القديمة فكان لازم أزور ولاية نزوة لأنها واحدة من أقدم الولايات الموجودة في سلطنة عمان، وكمان كانت أول عاصمة للسلطنة في العهد الإسلامي. يعني هتلاقي هناك كل حاجة محتفظة بالتراث العماني القديم، زي الحارات القديمة اللي فيها بيوت أثرية من مئات السنين. وتاني أقدم مسجد في عمان اسمه مسجد الشوازنة اتبنى سنة 7 هجريا، وفي بيوت هناك اترممت واتحولت لنزل تراثية أو فنادق على نفس التراث بتاعها. ولو دخلت سوق نزوة القديم وده من أشهر الأسواق الموجودة في عمان، هتلاقوا كل المحلات بتبيع كل حاجة تدل على الهوية العمانية، زي الخناجر العمانية بأشكالها وأنواعها وأحجامها من الصغير للكبير. مثلا هذا الزراف الهندي وهناك الزراف الافريقي، بس هذا التقليد، هذاك الاصل الافريقي. الزراف يتميز على الزراف ويتميز نفس الحاجه على السعيدي، وعندك النزواني والصندل، اكثر من شيء موجود معنا بهذه الطريقه. وأشكال الفضة التراثية الخاصة بيهم اللي لسه بيستخدمها النساء لحد النهاردة، وحاجات تانية كتير هتلاقوها هناك، والسيفونيرز عموما كلها هناك تخص التراث العماني. نزوة عموما المكان الوحيد اللي شغال فيه كلهم عمانيين، مفيش لا بنجالي ولا هندي ولا أي جنسية تانية شغالة في نزوة، بتشتغل في نزوة. كل اللي بيشتغلوا هنا كلهم عمانيين. ومحلات التمور هناك هتلاقوا جميع أنواع التمور اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش. ده غير سوق الحلوى العماني، ده لوحده حكاية، ده من أشهر الحلويات العمانية، ما ينفعش أصلا تروح عمان من غير ما تاكلها. وسوق مخصوص للأغنام بيشتغل يوم الجمعة بس، وده يا سيدي بقى بيتعمل فيه زي مزاد كده على الغنم للبيع والشراء، وبيجيله الناس من كل مكان من 6 الصبح. عموما أنسب وقت تروح فيه سوق نزوة علشان تشوف فعاليات حلوة وفرق عمانية بتقدم فولكلور عماني هو يوم الجمعة. ولازم وانتوا هناك تزوروا قلعة نزوة اللي بناها اليعاربة بعد طرد البرتغاليين من عمان، والمميزة بشكلها الدائري، ده غير انها كانت مركز لتعليم القرآن الكريم وأمور الدين. أول ما تدخلوا هتلاقوا ناس جميلة بيعملوا مشغولات يدوية تقليدية الخاصة بالتراث العماني. الله، بعلم عمان. أمور قوي. وجوه القلعة هتلاقوا نسخة من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل عمان يدعوهم للإسلام، وده ختم الرسول صلى الله عليه وسلم. وزي ما انتوا شايفين الرسالة مكتوبة بدون نقاط، ودي كانت اللغة العربية قديما. وبعد ما تخلصوا من زيارة القلعة هتلاقوا الست سليمة بتعمل ألذ خبز عماني، لازم تجيبوا منه بجد، جميل جدا ومش هتنسوا طعمه أبدا، بجد تحفة. وبس كده، تابعوني عشان نستكشف أكتر عمان، واستنوني في شمال وجنوب البطنة وأماكن مختلفة خالص. أنا ياسمين الجلاد، سلام.